السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في قناتي الشيف ملكه. اليوم اخوتي غادي نشارك معكم كيك يومي اقتصادي بطريقه سهله ناجح 100%. غادي يعجبكم الا جربتوه وغتعرفوني علاش تنهضر. غادي ندوزو للطريقه والمقادير. غادي نبداو على بركه الله. هادو هما المقادير اللي غادي نستعمل في هذا الكيك هذا، كما شفتوا بساطين وكاينين في كل دار. غادي ناخذ الخلاط، غادي ندير فيه كاس مع عامرش ديال زيت المائده، غنزيد عليه واحد الكاس ديال السكر سنيده حتى هو مع عامرش، وواحد 3 ديال البيضات. هاد الكيك هذا بهاد الطريقه هادي تيجي ناجح. الا جربتوه ديما غادي تبقاو ديروه. لو طوما ديروا واحد البرير ديالاتي صدقوني تيكون ديجا واجد هاد الكيك هذا. صافي غادي نزيد عليه واحد الرشه ديال الملحه، وهنا عندي واحد الساشيه ديال سكر فانيليا. الا كان عندكم الفاني دير واحد نص معلقه. صافي هنايا غادي نزيد واحد ياغورت ديال نكهه الفاني. الا كان عندكم طبيعي دانون مسوس هكا، ولا واحد الكاس ديال الحليب ديروه في بلاصه دانون ماشي مشكل. وغادي ندير هادشي كله يتخلط مزيان. من بعد ما تخلط غادي نزيد فرينه. هنا عندي انا 2 كيسان ونص ديال الفرينه. انتوما على حساب الخليط تتبقى فرينه، تقدروا تستعملوا حتى 3 او 2 ديال الكيسان على حساب البيض اللي عندكم، الا كانوا كبارين ولا صغارين. هنا زدت واحد الساشيه ديال خماره الحلوى 11 غرام، وغادي ندير الكل يتخلط ونرجع معكم. من بعد ما خلطت الخليط مزيان، خديت المول ديالي ودهنته بالزبده ورشيته فرينه، وغادي نخوي داك الخليط في المول. هنا الفران تنكون شاعله يلا من التحت باش تيسخن حتى تطيب الكيكه من التحت، عاد تنشعل عليها من الفوق باش تتحمر. هاد الطريقه هذه راها ناجحه 100%. صافي غادي نخوي داك الخليط ديالي كما شفتوا في المول، وغادي نقاد، وغادي نضرب داك المول مع سطح العمل باش يتقاد داك الخليط. وصافي غادي ندخلو الفران كما قلت لكم. غادي نكون شاعله الفران يلا من التحت حتى تنفخ وتطلع، عاد نشعل من الفوق. من بعد ما طاب الكيك ديالي كما شفتوا هنايا خرجته من الفران، غادي نسيي واش طايب. ما شاء الله طايب وجاي طالع. صافي غادي نقلبو في واحد الطبسيل. هنا هاد الكيك هذا تياخذ معايا 30 ديال الدقيقه في الطياب، في الخليط، في كلشي، تخلط في كلشي. صافي تدخلوا للفران كما شفتوا في 30 ديال الدقيقه تيكون واجد. ها انتم الكيك كيفاش جا ما شاء الله. غادي نقطع معكم واحد الطريب باش تشوفوا كيفاش جا. ومن بعد ما نقطع بحال هكا تقدروا تزيدوا من الفوق الكونفيتور او العسل اللي بغيتو فوق هاد الكيكه، وتاخذوه تاكلوه هكا طبيعي تيجي لذيذ. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. وهكا غادي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.